اللحمة بعجين أو صفيحة اللحمة أكلة كده جميلة ولذيذة، مش معروف هي أصلها تركي ولا سوري. المهم بالنسبة لي إن هي حلوة، بس هسيبكم انتوا تقولولي في التعليقات هي أصلها تركي ولا سوري. بس قبل ما نبتدي، لو دي أول مرة تشوفوني أنا لينا، انزلوا اعملوا اشتراك في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يجيلكوا إشعار بكل فيديو جديد بنزله. ويلا نبتدي بالمقادير. 3 كوب دقيق، ربع كوب حليب بودرة، كوب أو كوب وربع مية، المية لازم تبقى دافية، رشة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، نص كيلو لحمة مفروم، بصل، فلفل أحمر، طماطم، بقدونس، معلقتين من الصلصة، معلقتين دبس رمان، معلقتين زيت زيتون، توابل ملح وفلفل أسود، 7 بهارات وبابريكا وبشر جوز الطيب. هبدأ بالعجينة. أنا عندي في الكبة السلاح ده بيبقى بلاستيك، وده مخصوص للعجين. لو متاح عندكم هيسهل عليكم الدنيا كتير، لو مش متاح هنعجنها بالإيد عادي. هحط الدقيق وبودرة الحليب، الملح والبيكنج باودر، وهشغل الكبة عشان تقلبهم. ومن فوق هزود المية تدريجي، هبدأ الأول بكوباية وبعدين هشوف إذا كنت هحتاج الربع التاني ولا لأ. بعد ما بتلم بيبقى ده الملمس بتاعها، طرية كده وناعمة. هطلعها على سطح مرشوش بالدقيق وهعملها رال كبير. هقسمها لكور صغيرة قد بعض وهحطهم في صينية وهغطيها بورق زبدة الأول وبعدين بفوطة. هسيبها ترتاح عشان لما اجي افردها ما تقومنيش. ويلا نجهز بقى اللحمة. هبتدي الأول بتقطيع البصل مكعبات صغيرة. أنا استخدمت بصلتين وسط، وبعدين البقدونس، وبعدين الفلفل الأحمر استخدمت واحدة كبيرة. لازم التقطيعة تكون صغيرة. وآخر حاجة هتبقى الطماطم. أنا حبيت أقشرها، هي دي خطوة زيادة مش إجبارية، بس النتيجة بتبقى أفضل. من تحت هعمل علامة بلس بالسكينة وهنزلها في مية مغلية لمدة 30 ثانية وهطلعها هتتقشر معايا بسهولة. هقطعها لمكعبات صغيرة. هجيب طبق كبير فيه اللحمة واضيف عليها كل الخضار اللي قطعناه، هقلبهم مع بعض، وبعدين هضيف البهارات وبشر جوز الطيب، معلقتين زيت الزيتون ودبس الرمان والصلصة، ونقلب لحد ما تبقى عاملة زي لحمة الحواوشي. هنركنها على جنب ونرجع بقى للعجينة. هاخد كرة من العجين على سطح مرشوش بالدقيق، هضغط عليها الأول وبعدين هفردها بالنشابة لحد ما يبقى سمكها قليل ورقيقة. هحطها على طبق الأول حطيت عليه دقيق وهغطيها لحد ما أكمل باقي العجين. وبين كل طبقة وطبقة لازم نكون حاطين دقيق عشان ما يلزقش. خلصت الكمية كلها، هاخد طبق عليه دقيق وبعدين العجينة، هزود عليه اللحمة وادوس عليها عشان اتأكد انها لزقت. ونروح بقى للبوتاجاز. طاسة على النار، درجة حرارة متوسطة او اقل، هزود لها نقطة زيت وهحط عليها العجينة وهي مفرودة. لازم اغطيها على طول، يا بغطا حلة يا بورق فايل علشان اللحمة تستوي. هوطي عليها النار وهسيبها تقريبا 5 دقايق. هطلعها على طبق ولازم اغطيها الاول بورق زبدة وبعدين بفوطة عشان ما تنشفش لحد ما اكمل باقي الكمية. وانا بعملها قررت ان انا اعمل سلطة زبادي. طلعت كوباية زبادي وكمون وتوم مفروم وخيارتين وليمونة. الاول هبشر الخيار وهزود له الزبادي وعليه عصير الليمونة، الكمون والملح، ونقلب. وبعدين ضفت التوم المفروم وقلبتهم. لما دقتها حسيتها ناقصة نعناع، بس انا كان خلصان عندي فلجأت لجنينتي الصغننة. عندي حبق في البلكونة، هقص منها حبة ودول كفاية. غسلتهم وهنستخدم الورق بس. هقطعها تقطيعة صغيرة وهضيفها لسلطة الزبادي. هديهم تقليبة وبس كده بقت جاهزة. ما تتخيلوش بجد فرقت في الطعم ازاي. رجعت للحمة بعجين ودي كانت اخر واحدة على النار. مش قادرة اوصف لكم ريحتها كانت عاملة ازاي. بصوا شكلها طرية جدا، سهل ان هي تتلف من غير مشاكل. بجد بجد لازم تجربوا الاكلة دي. انا جبت واحدة رشيت عليها من فوق شوية بقدونس مفروم وبصل بسماق وكام شريحة طماطم، وهديها نقطتين عصير ليمون. هلفها رال وممكن تتقدم كده او تتقطع. وده الشكل النهائي. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. جربوها واكتبوا لي رأيكم في التعليقات.